السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل اعادة تدوير لجراكن المنظفات. الاول جبت الجيركن وقصيته بالشكل ده، وبعد كده جبت دهان بلاستيك ودهنته برضو بالاسفنجة زي ما انتوا شايفين كده. دهنت طبقة وبعد ما نشفت دهنت كمان طبقة كمان. بعد كده جبت المسدس ومسدس الشمع وعملت كده بالمسدس الشمع دواير او انصاص دواير كده بالمسدس، آم، عشان اعطي تأثير كده على الجيركن، عاطية شكل زي قشور السمك. عملته كده بالشمع من فوق لتحت، وكمان عملت على الطرف كده من فوق. بعد كده جبت الدهب المائي، استنيت لما نشف طبعا الشمع خالص، هو بينشف بسرعة. وبعد كده جبت الدهب المائي وحددت الشمع ده بالاسفنجة برضو، مشيت على الشمع بالاسفنجة. الدهب المائي ده بيجي من عند محلات الحدايد والبويات، والعبوة دي بتبقى تقريبا 55 جنيه، بتكفي معاكي تعملي بيها حاجات كتير، يعني مش أعمال فنية بس، كمان ممكن تدهني بيها خشب في مع إضافات تانية. وبرضو بالإسفنجة بدأت إن أنا أحدد جوه الشمع بين الشمع وبعضه كده بطريقة الطبطبة. بدأت إن أنا أعمله برضو، هتشوفوا دلوقتي. وبكده نكون خلصنا وعملنا منظم لأدوات التسريح للبنوتات. آه، يلم بقى الزيت بتاعهم والبلسم والمشط والفرشة وكده. من حاجة بسيطة خالص كنا هنرميها عملنا منظم شكله جميل. بس هو ده كان شكله.
تاني فكرة معانا برضو من الجيركن بتاع منظف الأطباق. بحب أعمل حدد كده من تحت، هقصه من تحت بالشكل ده. ابتديت أقصه بالقطر، واحدة واحدة وانتي بتقصي علشان ايدك ما تتجرحش. بالشكل ده. وبعدين جبت القلم وبدأت ان انا اعمل مسند كده او احدد على الظهر، عملت لها ظهر. يعني ارجو ان انتوا تكونوا فاهمين، هتشوفوها دلوقتي بعد ما تتقص هيكون شكلها عامل ازاي. اهو هنا خلاص خلصتها، وهو ده شكلها، الشكل اللي انا اقصده يعني. بدأت ان انا اساوي برضو الاطراف كده، الزيادات بدأت ان انا اشيلها بالقطر واسويها من فوق، من الحافة من فوق. بعد كده قصيت قطعة من الكرتون ولزقتها تحت من على علبة من تحت خالص عشان هي متعرجة، فانا عايزاها تبقى ايه، متساوية او مسطحة يعني. بعد كده جبت المسدس والقماش وبدأت ان انا اغلف الجيركن من بره، جسم الجيركن من بره هغلفه كله بقى بالشمع زي ما انتوا شايفين. بعد كده زينت العلبة من على الطرف اللي فوق والطرف اللي تحت بشريط ستان اسود سادة، وفي النص جبت شريط جبير ولزقته برضو بالشمع على دوران العلبة كله.
كمان قصيت قطعتين كرتون ولزقتهم كده، غلفتهم بالورق الفوم. انا استعملت الجليتر، الفوم الجليتر او البلامع يعني، ولزقت من فوق كده، غلفتهم من فوق عشان اداري الكرتون اللي باين ده بالشريط الستان، ولزقت بالشمع واستخدمهم كفواصل كده في الجيركن. في الظهر بقى جبت المراية دي، قصيت المراية دي ولزقتها كده، واظن الشكل اللي بان في النهاية. هبدأ ان انا الزقها كده بالشمع، حطيت كمية شمع مناسبة ولزقتها، وهو ده شكلها في النهاية. منظم لأدوات الميك اب والفرش والروج وكده بالمراية. اتمنى يكون عجبكم، والافكار النهاردة تكون عجبتكم.